اليوم غنشارك معكم واحد الطاجين ديال الطون ببطاطا، كيجي لذيذ وسهل ودغيا كيوجد بطريقه زعما مختلفه جدا على باقي الطواجن اللي كنعرفو. المهم هنا عندي الطون كان عندي جامد، درت معاه 5 الفصوص ديال الثومه، معلقه ديال الربيع قزبر مدنوس، ربع مصيره مقطع رقيقه، شويه ديال الملحه، ودرت هنايا واحد راس معلقه ديال الهريسه، عندي تقريبا هنايا راس معلقه ديال الكمون، راس معلقه ديال التحميره، شويه ديال بودره الثومه تقدروا تستغناو عليها، شويه ديال الخرقوم، وواحد نص كاس ديال الماء، طبعا مع واحد 2 معالق ديال الزيت البلديه ولا الزيت اللي عندكم. كنخلي كلشي حتى كيتشحر مزيان هكا، كنقلب فيه الطون ديالي، وكنستف عليه هكا من الفوق بطاطا، الفلفله الالوان اللي عندكم تقدروا ديروا معاه خيزو، درت هنايا شويه ديال المطيشه من الفوق وشويه ديال الزيتون، وكنسد عليه هكا حتى كتبدا كتطلع فيه الغليه، ومن بعد تنروي الخضره ديالي هكا من الفوق بداك باش يدخلها القوام. المهم كيجي خفيف بزاف، ما فيهش القوام بزاف، وما ما تيضرش في المعده. بالنسبه للناس اللي كيبغيو فيه هكا شويه ديال الماء يقدروا يخليوه هكا، من غير هكاك راه كيجي ناشف لذيذ وزوين بزاف. جربوا الوصفه بالصحه والراحه.